السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. دي ان شاء الله العجينة البيضة اللي هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا ومبسطة، مش مكلفانا حاجة، وبمكونات حلوة قوي قوي هتقضي لك على الاصفرار اللي في الهدوم البيضة. شوفوا تقول لها عامل ازاي، احسن من اللي احنا بنشتريها من بره كمان. انا يا حبايبي كمان هوريكم الرغوة بتاعه. الطبق ده انا كنت مفضيه منه العجينة، هحط عليه شوية مية كده عادية من الحنفية. بصوا انا عايزة اوريكي بس الرغوة بتاعته عاملة ازاي من غير ما احط اي حاجة. بصوا يا حبايبي مش حاطه حاجه، ده اللي كان مطرح ما انا كنت مفضيه. حبيت بس اوريكم الرغوه بتاعته، روعه 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 اهي. بصوا هتغسلي هتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. بصوا جميله جدا جدا اهي، رغوته عامله ازاي زي ما انتم شايفينها كده اهي. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا عملناها ازاي. بس قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معانا كده صابونه. دي صابونه كنت عاملاها معاكم، صابونه الصنلايت. كنت عاملاها معاكم بطريقه جميله جدا، هتلاقوها على القناه. طبعا انت ما عندكيش الصابونه دي، اي صابونه عندك، صابونه بلدي او اي نوع صابون انت حباه، تمام. وهجيب كده كوبايه ميه، دي ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنحطها كده عشان ندوبها اهو يا حبايبي. ما تزوديش الميه بس عشان احنا عايزينها عجينه، مش عايزينها تبقى سايله معانا. انا كده هدوبها وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما ادوبها خالص هحط معاها ده يعني اكتر من نص كده مج، ده مسحوق، اي نوع مسحوق انت حباه حطيه. ده اوكسي، انا بحب النوع ده. طبعا انت حابه تحطي اي نوع تاني غير الاوكسي، حطي بقى النوع اللي يريحك، اللي يعجبك حطيه. تمام يا حبايبي، انا بقى ادوبهم وارجع لكم تاني كده يا حبايبي. بقى بعد ما دوبتها زي ما انتم شايفين كده، بصوا قوامها بقى عامل ازاي. بعد كده لحظه واحده هنحط مع بعض بيكربونات الصوديوم اهو. حوالي كده انا حطيت معلقتين صغيرين، حوالي معلقه كبيره اهو زي ما انتم شايفين. دي معلقه زهره بيضه او الصودا اش. طبعا لازم تدوبي اي حاجه بتحطيها. لحظه واحده بس هجيب المضرب. بصوا يا حبايبي التقل بتاعها بقى عامل ازاي. بصوا بعد كده يا حبايبي هحط برسيل جل، ده انا كنت عاملاه معاكم. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي. هنحط كده حوالي ربع كوبايه اهو، كده ربع كوبايه بس عشان ما نزودش بس السوائل. وهحطه معاكم ده برضو، ده فانيش كنت عاملاه معاكم. بصوا عامل ازاي بجد روعه. طريقه الفانيش دي برضو على القناه، طريقه سهله جدا، يا ريت تدخلوا تشوفوها. اي حاجه بنحطها نقلبها مع بعض. بصوا يا حبايبي انا قلبت في الطبق ده، ده كان الصابون كان هنا، انا قلبت في الطبق ده مش عارفه اقلب في التاني، فده اوسع منه عشان اعرف اقلب. بس لحظه واحده. بصوا يا حبايبي بقى انا هحط كلور ابيض اهو، احط كده شويه هقلب. بصوا يا حبايبي بقى بعد ما قلبته كويس، بصوا تقل ازاي، بصوا بقى عامل ازاي روعه بجد. احسن عجينه بيضه. بصوا يا حبايبي التقل بتاعه تحفه بجد روعه. يا ريت انا هفضيها دلوقتي في علبه، هفضيها في العلبه دي لحظه واحده. بصوا يا حبايبي هفضيها في العلبه دي كده زي ما انتم شايفين. بصوا شوفوا تقلها عامل ازاي روعه بجد. يا ريت تجربوا الوصفه دي بجد تحفه تحفه. انا عملت معاكم كذا وصفه ليه، والوصفه دي برده حلوه قوي. شوفوا التقل بتاعها عامل ازاي بجد روعه. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش باللايكات. ايه رايكم بقى؟ بجد تحفه 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 كده يا حبيبي. بقى بعد ما فضيتها بصوا بجد الوصفه دي جميله جدا جدا. شفتوا كانت نازله قطع ازاي، حلوه قوي قوي، هتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.